تعالوا ما نحكي حكاية بطل السفرة اللي عمره آلاف السنين، شكله بسيط لكن تاريخه تقيل قوي. البصل من أقدم النباتات اللي الإنسان عرفها، بيتقال إنه اتزرع مرة من حوالي 5000 سنة كده، والمصريين القدماء كانوا مهووسين بيه لدرجة إن هم رسموه على جدران المعابد، وكمان كانوا بيقدموه قربان للآلهة. ده وصلت يا راجل إن هم كانوا بيحطوه في المقابر مع الموت عشان يعني يديهم القوة كده في العالم التاني. لكن ليه بقى البصل مهم كده؟ عشان كان أرخص خضار ممكن يتاكل، وفي نفس الوقت مليان فوائد وفيتامينز كتيرة قوي، بيقوي المناعة ويحافظ على الصحة، حتى كانوا بيستخدموه كمضاد حيوي طبيعي. لكن اليونانيين والرومانيين بعد كده خدوه معاهم، كانوا بياكلوه قبل المعارك عشان يحسوا يعني بالقوة، وده بيفسر لنا ليه البصل فضل رمز الطاقة والصلابة لحد النهاردة. والنهارده مفيش بصل، يعني مفيش أكل، أصل مفيش أكلة في العالم بيخلو منها البصل، من أول الكشري في مصر لحد الشوربات الفرنسية والأوروبية. يعني ببساطة البصل مش خضار عادي، لأ ده ركن أساسي في التاريخ كله. قولولي بقى، انتوا من الناس اللي لازم تسيب البصل يكون ني في ني، ولا بتحبوه يدوب في التسبيكة؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تعرفوا كل الحواديت الجاية.